حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولا عزت رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده يوم كامل وجبات صحيه، وهقول لكم عملنا فيه ايه وازاي حاولنا اكلنا العادي لاكل صحي علشان نحبه ونقدر نكمل بيه. تمام. عملت فطار وغدا، وعملت كمان يعني عشاء يعتبر او سناك في اخر اليوم كده. تعالوا نشوف هنعمله إزاي، بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتعليقاتكم تهمنا يا جماعة، وما ننساش اللايكات. تمام. فيديو المشتريات أنا عملته قبل الفيديو ده، وكنت جايبة فيه الجرانولا دي. وتعالوا نشوف هنستخدمها إزاي. أول حاجة أنا جبت علبة زبادي، وده زبادي عادي، بس يفضل طبعا زبادي يوناني. اللي يقدر يجيب الزبادي اليوناني يجيبه، يجيب زبادي لايت برضو حلو يجيبه. دي جرانولا جاهزة. أنا عملت لكم برضو، هعمل لكم برضو الفترة الجاية، أنا صورته فعلا بس لسه ما نزلتهوش فيديو ازاي نعمل الجرانولا في البيت، وطالعة تحفة. بس إن شاء الله هنزل لكم الفيديوهات الجاية. احنا كده حطينا علبة الزبادي، ده كان الفطار بتاعنا طبعا. أهم حاجة يا جماعة، العين بتاكل قبل أي حاجة. لازم أوضب الطبق بتاعي بشكل لطيف. نفتح بقى كيس الجرانولا ده، هي تحفة جدا على فكرة، يعني المنتج ده حلو قوي، طعمه حلو. الكيس ده كان 300 جرام، كان بحاجة و90 جنيه. آمم، مش عارفة بقى تكلفتها في البيت أعلى والّا لإني في البيت برضه هابقى أقول لكم، يعني في الفيديو الخاص بيها هابقى أقول لكم، والّا شراها من برّه أوفر يعني. بس طبعًا في البيت هتبقى صحية أكتر. هاحط معلقة أو 2 كده جرانولا، مش هاكتر، بالشكل ده، على حسب حجم الطبق عندي. طبعًا هو ده كله أنا مش مالية المعلقة أوي، خلّي بالكم يعني، باحط بطرف المعلقة كده. تمام. أي نوع فاكهة عندي بقى، يُفضّل إن أنا أستخدم فاكهة قليلة السعرات. أنا في اليوم ده كان عندي خوخ، فبدأت أحط خوخ. اليومين دول فراولة، كان نِفْسي أحط فراولة بس ما كانش عندي، كان هيبقى شكلها حلو أوي في الطبق. يوم تاني حطيت فيه كانتالوب برضه، كان حلو أوي. فنختار نوع فاكهة قليل السعرات. الجرانولا اللي أنا مستخدماها دي من المكسرات. آمم، ما كانش فيها فواكه مجففة، في نوع بالفواكه المجففة وفي بالمكسرات، في بالاتنين مع بعض. تمام. وضّبت بقى الطبق بتاعي بقى شكله يفرح، حلو أوي ويفتح النِفس، وهيشبّعني جدًا لحد الغدا على فكرة، حلو أوي. هاحط كمان عليه بذور الشيا، أهي شايفينها، حلوة أوي، رشّة كده خفيفة، حلوة أوي. بذور الشيا دي برضه أول ما باصحى من النوم باعمل كوباية مَيّة دافية، وأحط فيها معلقة بذور شيا وآخدها على ريق النوم الصبح، بس لازم أشرب مَيّة كتير. تمام، لإنها بتنفش في المعدة. حلو كده، الفطار بتاعي بقى جاهز. أبتدي أفطر بيه، وهيشبعني إن شاء الله لحد الغدا، سهل وبسيط. تعالوا بقى نشوف الغدا. الغدا هنعمل محشي. محشي إزاي بقى؟ هنعمله دايت. بصوا بقى، المفروض إن إحنا بطبيعتنا بناكل 4 معالق رز مثلا، المقدار اليومي بتاعنا. أنا بقى جبت خلطة المحشي اللي أنا عاملاها، خدت منها، دول كانوا 8 معالق، 8 معالق رز بحيث إن هو يقعد معايا يومين. المقدار اليوم 4 معالق. طبعًا أنا جبتها ممسوحة لإن الرز ده لسه مش مستوي، ممسوحة أوي شوية، ولإن ده لسه مش مستوي وهيستوي. فخدت حوالي 8 معالق، وحطيت عليهم كمية من العصاج اللي هو اللحمة المفرومة اللي هي بالبصل دي، وحطيت كمان زوّدت خضرة زي ما إحنا شايفين كده. يبقى العامل الرئيسي اللي هيقلل لي نسبة النشويات اللي هو العصاج، يبقى لازم ممكن أحط الكمية اللي أنا عايزاها. كان معايا كمان كرنب وبدنجان، يعني ممكن أقلل الرز عن كده بكتير. بصوا بقى بعد ما حشيتهم أهو، ومليتهم حلو لأن طبعا الرز مع العصاج مش هينفش قوي زي الرز لوحده. مليتهم كويس عشان ما تبقاش فاضية من جوه، وهابتدي بقى أسويهم تسوية المحشي العادية خالص. يبقى إحنا قلنا المقدار ده هيكفيني يومين. أنا كنت عاملة ورق عنب وبدنجان وفلفل وكرنب. طبعًا أنا ما باحبش أسوي الكرنب مع بقية الخضار المشكل في حلة واحدة، بس عشان كانت كمية بسيطة فسويتهم مع بعض. وكمان عملت خضار سوتيه، نزلت الخضار سوتيه كتير جدًا معاكم في القناة.
ممكن ترجعوا له في أي وقت. وسلقت الفراخ وشِلت الجلد منها، بس بدل ما أحمّرها عشان أخلّيها صحّية أكتر، هابتدي أجيب صلصة طماطم وأحط عليها ملح وفلفل وزعتر أو أي توابل أنا حاباها، تمام، وهابتدي أضيف ليمون وكمان شوية زيت زيتون. ما عنديش زيت زيتون، عندي سمنة بلدي برضه ممكن أسيّحها وأحط عادي، ما فيش مشكلة، خلاص؟ وهابتدي بقى أدهن بيها الفراخ، ده أحسن من التحمير، وبعد كده أدخّلها تحت الشواية في الفرن. يبقى الغدا بتاعي بقى مكوّن من إيه، بقى مكوّن من محشي مشكّل، وفراخ البروتين، وكمان ضِفت عليه الخضار اللي هو السوتيه علشان الواحد يحس بالشبع أكتر، ممكن أعمل معاه شوربة خضار برضه يليق معاه، ممكن شوية ملوخية برضه تليق معاه، دي كلّها أفكار بادّيها لِك عشان تحسّي بالشبع أكتر يعني، ممكن شوربة كده سادة، دي كلّها أفكار ممكن تعمليها، ممكن بدل الفراخ لحوم عادي برضه، تمام، أدخّلها بقى الفرن، وده بعد ما خرجت من الفرن بقى نبتدي إيه، نرُص الطبق بتاعنا. بُصّوا ده شكلها أهي احمرِت وبقت جميلة جدًا، آخُد بقى قطعة، وده المحشي بقى بعد ما استوى زي ما قُلت لكم هاخد نُص الكمية بس، ونُص الكمية هاكلها تاني يوم. ده كان محشي ورق العنب، إحنا مليناه كويس عشان إيه، يبقى برضه مش فاضي من جوّه، لإن الرز مش هينفش أوي. وده الكرنب والبتنجان، لسه ما نزّلناش البتنجان، هننزّله دلوقتي. البتنجان بقى أهو معايا. يبقى كده أنا ما حرمتش نفسي من إني آكل محشي، بس بكميات بسيطة، وقدّرت الكمية من قبل ما آكل عشان خاطر أبقى عارفة أنا هاكل قد إيه، وكمان الفلفل. هنكمّل طبقنا بإيه بقى، يا إما زي ما قُلنا شوربة أو ملوخية، شوربة خضار أو ملوخية، أو هنحط بقى شوية إيه، خضار sauté من اللي إحنا عملناه. الخضار السوتيه كان عبارة عن كوسة وبصل وجزر، حابين نحط مثلًا بروكلي، أسبراجوس ممكن، عايزين نحط مشروم، كل ده أوكي ماشي، بسلة، فاصوليا، أوكي ماشي برضه. شايفين الطبق بتاعنا؟ حرمناش نفسنا أهو، وفي نفس الوقت أكلنا أكل إيه، صحّي. على العشا بالليل بقى ممكن آكل أي نوع فاكهة، ثمرتين أو حاجة، أنا عملت 3 شرايح بطيخ بالشكل ده.